الثاني واليوم الأول. هنا مشاهدينا الكرام صاحب الهوية، هنا ديربي الجزائر في هذه اللحظات بين فريق طوريزيت وبين فريق الألفا من أجل الصراع كما هو طوبان، ويطلع المستفيد بأكثر عدد من النقاط ممكنة مشاهدينا الكرام. أما نتكلم عن فريق طوريزيت، فريق كان بديعة 65 كيل في اليوم الأول من الأسبوع الأول، ولكن البداية المرة دي متعثرة يا سادة، 27 فقط حتى هذه اللحظات. فبالتالي فرق كبير جدا، وبالتالي قد تكون الأفضلية للألفا في هذه اللحظات. شرس هجوميا وخاصة في البوش المرة قريبة، وخاصة لما تكون كلاش سكواد ضد سكواد وتدخل من جهة ثانية فريق الكرماوي بشوية الكرم حيقدر ان هو يطلع بكليات ونقاط في هذه اللحظات. أما لو تدخل في هذه اللحظات قد يشكل مأمورية وقد يكون هناك انسحاب لفريق الألفا عن ستارتيزيت، لأن لما يكون الفايت ثلاثي نعم يكون فايت مشاهدينا الكرام. نعم كما يسيطر في هذه اللحظات ويتدخل اللاعب عندنا ريديكس، بيحاول هو قرابة الانسحاب تكتيكيا من جهة ثانية بعيد عن طبعا اللاعب وبعيد عن اللايت، وهنا لايت وايزي يقرر الانسحاب. زي ما بقول لك الألفا لما يلاقي في فريق آخر يتدخل في الفايت يتجنب طبعا الإرسال مبكرا، لأن الفريق في صراع من أجل التوب 1 قرر الانسحاب التكتيكي مباشرة لما لقى فريق كامل تكتيك صحيح. حساب لاعب وحيد فقط هو طبعا لاعب كاسح مشاهدين الكرام، لاعب تونسي متواجد في فريق الألفا مشاهدين الكرام. في هذه اللحظات تم إقصاؤه عند البدري، هل يصطدم مبادرا في فريق الألفا؟ عملية ملاحقة، خد بالك من الألفا شرسة، ما تستهونش بالألفا لأن الألفا دائما طوبان لاعب شرس في هذه اللحظات، وبدري يضرب سلاح بي اس كي في هذه اللحظات. هل ينجح فريق كرم في ملاحقة فريق الألفا إقصاؤه وكرم أم زي ما تقول لاعب الألفا عبد المر؟ أنا أعتقد هناك يعني بعد الصبح هتكون الواحد، لكن خلينا نقول للمشاهدين الكرام الاشتباك المستمر بين فريق الكلمة وفريق الألفا. نتكلم على فريق الكلمة أيضا من الفرق اللي أثبتت حضورها في المباراة الثانية. نعم مشاهدينا الكرام ننتظر في هذه اللحظات أيضا مستوى فريق الألفا، عملها بقوية، عملها بمركز خامس مشاهدينا الكرام ب 62 بونت متساوي ومتقارب مع فريق الجوكو فونس المقدم مستوى عالي. داخل من فريق ستارتيزيت موقف صعب في هذه اللحظات، النصار في الميدان عريبين من جهة ثانية تتركز بفوق الحاجة هو لاعب يلعب ثالثة أكثر من لكن هو طرف ثالث وبينجح طبعا في استغلال الأخطاء، استغلال طبعا المواقف طرف ثالث أصبح على كده أيضا هو يصير فريق الخطة اللي تربحك ما تغيرهاش يا مودي، الخطة اللي تربحك ما تغيرهاش يا مودي. هذه المقولة اشتهرت صراحة في عالم كرة القدم، لكن تطبق بكل حذافيرها في عالم الرياضات الإلكترونية. فريق الريبلز تنجحوا هذه الخطة، أنه دائما يكون متربص بكل الفرق اللي تدخل في اشتباكات مع بعض البعض، وخصوصا نحن نعلم كل فريق ونزلته، نعلم كل فريق والروتيشن اللي يمسكها وتضارب روتيشنات واستخدام روتيشنات. لأن فريق الريبلز خدم على هذه النقطة بالضبط وقاعد يستغلها لصالحه، وهذه تحسب له وتحسب كذلك لكل يعني الطاقم التقني اللي قاعد يترأسه كذلك لفريق الريبلز، ومديح كذلك يعلم بهذه الامور كيف لا. وهذا الفتى صار وجاء كذلك في عالم السبورت، صار وجاء كذلك هذا الفتى في كل البطولات. خلينا كذلك نرجع لفريق البلاي فيجن هنالك في مواجهه نكسي باتشينو والمعاناه، باتشينو والصراع يسقط وطنه. فريق البلاي يونس يخرج من هذه اللحظات، يونس دومين في مواجهه لاعبين من فريق نكسي. الموضوع سيكون صعب عليك، صعب عليك يا وليد. هنالك يونس يعدل الأوضاع، كاسبر في لحظات من أجل استغلال الفرصة. كاسبر وهنالك من دومين يا وليد، أنت يا دومين هل ستأتي بالأخبار الجميلة في اللحظات؟ دومين يتقدم عليك كاسبر بالفعل. أنت يونس، أين يونس؟ وأين الدعم؟ وأين القدرة على الصمود أمام الفتى كاسبر؟ ما زالوا صامدين، وصلوا من جديد يونس من هنالك، لكن شوف التغطية من أقصى اليسار. فريق نكسي سبورت يغطي على المزيان، وهنالك الفضاء
وكذلك كاسبر يبتعد. هذا الإقصاء لن يكون بسهولة، هذا الإقصاء لم يكن بسهولة أبدا، وما زال على اللحظات التي نشاهدها نريد على قيد الحياة. جاب أخيرا استسلم كاسبر بعدما تحصل على نقطة ثمينة، نقطة جميلة، نقطة أكثر من رائعة. لاحظوا شوف فكرة الفريق الأربعة عزيزي مودي إلى الآن 8 إليمينيشن مناصفة مع فريق ناكسي اي سبورت في جولة سولارا. وهذا يؤكد لك مع القوام وأنا في سولارا مبدعين، ولكن هناك فريق الريفنز ينتقل سريعا إلى حيثما يتواجد الكارما هنالك. عادوا إلى المكان من جديد. بيدري دير بالك، هنالك ناكسي وكلير فيجن متربصين قد يضربونك بسلاحك، سلاحك الذي تستخدمه على كل الخصوم قد يستخدم عليك. بروفاي يضرب بيدري ويزيد يحصل على نقاط كلير فيجن من جديد. سولارا ربما ستبدأ في هذه اللحظات يا مودي. نعم، هنا ذكر ساعة الحقيقة مشاهدينا الكرام، وجاءت ساعة الزقف في هذه اللحظات. كيف قد يرد على الميدان في هذه اللحظات وعيبين عملية المحاولة المستمرة، لكن الإكسو موجود 3 ضوايا يحتاج الدعم السريع في هذه اللحظات. عملية الرجال الأخرى على كلير، نعم غاليان كبير جدا يظهر في المباراة. طبعا رقم 6 اللي هو طبعا فريق كبير عايز يثبت حضور ايضا اللي هو جاي النهارده من اجل الصراع. مختبر المشاهدين الكرام مع فريق انتر باخر العناصر اللي قد يتم الاقصاء في هذه اللحظات. انت يا بيبو، انت يا بيبو، انت يا بيبو، قد وضع بيبو في هذه اللحظات فريق الانتر. نعم موقف صعب، صراع موجود، الهجمه موجوده عند فريق كبير، لكن بص شوف عاد من جديد، عاد بيبو في هذه اللحظات يتحول الى بومبير، بيتحول الى بومبير. مسموح بكل حاجه، نعم مسموح بكل حاجه، لازم تظهر النهارده. نعم حضور متوقع بموت سامي، ولكن سلم ختام مسك لكن 3 باي ختام الامل الوحيد كل مره مشاهدينا الكرام. لكن تبص من جهه ثانيه عند بروباي، القلب والنابض مشاهدينا الكرام لصالح فريق الرجال. صراحه سعيد لما جابونا، وفي هذه اللحظات الحصول على 4 اكيد دائما يكون موجود 6 مساعدات. مشاهدينا الكرام عند اللاعب بروباي لا زال لن تنتهي الصراع. متواجد مشاهدينا الكرام في الصراع مع فريق الالفا. اصبحت مشاهدينا الكرام المنافسه في هذه اللحظات واضحه بين فريقين مشاهدينا الكرام موجودين قبل ايضا الحضور احبطنا. نوصل عند فريق باز اللي هو حرفيا حاسس ان هو طبعا حضر النهارده بشكل حد ما متوسط. مشاهدينا الكرام نتكلم عن فريق اسمه البازي سبورت. الباز طبعا صاحب المرتبه، لا ده فريق الار اي سبورت مشاهدينا الكرام عفوا، اللي هو صاحب مرتبه 6 67 بوينت، يعني في نفس الصراع مع فريق طبعا زافيشس في المركز السابع ب 57 بوينت. يعني فوق الفرق كلات 41 كيلو يتحصل عليها فريق الار ايت، ولكن 33 كيلو يتحصل عليها فريق طبعا الزافيشن. مشاهدينا الكرام اللي هو في هذه اللحظات في صراع كبير. ستار يزيد يتم الاقصاء زي ما قلت لكم، يعني طريقه لن تنجح وخطه وتكتيك لن ينجح مع فريق بصراحه. ستار يزيد في هذه اللحظات قبل نشوف في هذه اللحظات اللايت هتحصل على كلاوي طبعا لفريق الالفا 9000 مشاهدينا الكرام. محمد ايزي 3 اكيد فريق بدأها اجريسيف، بدأها طبعا في اشتباك نازل وقدر ما هو يتفوق يتحصل على كلمات التحام تكتيكيا ثم عاد جول مشاهدينا الكرام، وقدر ما هو يتعامل بالطريقه الصحيحه والممكنه عند فريق الالفا. نعم الفا كمان وكمان وفي كل مكان والزمان 9 كيلات في هذه اللحظات، ولكن الصراع مع الكلمه مش عايز يسيب الالفا. نعم عايز يوقف الالفا مشاهدينا الكرام ويتفضل يقول لك انا اللي وقفت سيمفونيه الالفا، انا اللي وقفت ضد الالفا عندما كان مسيطر بالطول والعرض. هل ينجح فيها مشاهدينا الكرام؟ ننتظر في هذه اللحظات. بص ايضا الصراع لا زال مستمر عند فريق الريفيز وفريق طبعا الانتر، لا زالت الفايت مستمر ولا زال الاشتباك مستمر اخويا. الواحد ما بين الفريقين وفي هذه اللحظات ينجح لاعب في اقصاء وينجح لاعبين في اقصاء لاعب، وبالتالي الفايت في هذه اللحظات هل يفوز فريق الريفيز ام يضبط حدوده في الخواتيم ويكون الختام مسك؟ ولكن احس واشوف الدعم راجع لصالح فريق الريفيز من اجل اقصاء حلم طموح فريق الانتر. والهيترز بذلك الصول الوحيد صعب عليه الخروج من قبضتهم. نعم ربما ستلتحق
قلبت الموازين لأن السيطرة تدخل. ونيغان يستدرج الريفنز وسيحرج عليهم الطاولة والموازين. بجا صغير والأمل عليك كبير أيها الفتى الصغير. نعم صغيرهم والأمل هنالك كبير على عاتقه. هل سينجح في الانسحاب؟ هل سينجح في الخروج من هذا المأزق الصعب؟ ريفنز في آخر مباراة الصدارة وستخرج من الباجة سلامات. صعب الباجة من هنالك قار باجة قار، ولكن شوفي هنالك نيغان يصاب أيضا. الباجة والمحاولة متواصلة وعلى معتقد باجة قد يرفض بجلده ويبتعد عن هذا المكان الصعب، لكن بيبو هنالك الابتعاد لا ربما يفكر في الملاحقة ويفكر في التقدم من جديد على يد الريفنز. والباجة منظرك والباجة هنالك مراقب والباجة يغادر. بيبو لا يرحم بيبو الملاحقة والإصرار على إقصاء أحلام الريفنز ليقدم خدمة جميلة للأرفا لكي يبتعد ويكون للكلير لكي تقترب أكثر وأكثر في سلم الترتيب. خدمة جميلة قدم لها كالهانترز. وإنها بطريقك اغتنمها يا لوليد يا دومين، اغتنمها يا شباب. أما الأرعيد فهنالك سنوبي ما زال يقاوم، سنوبي ما زال يحصد في النقاط. هنالك الكالما العنيد لم يكن عنيدا الليل. ورايت يظهر من جديد القلعة الزرقاء. فمن سيحمي هذه القلعة من جديد؟ فمن قادر على أن ينتصر بأعلامك الزرقاء؟ ومن قادر أن يرفرف بأعلامك الزرقاء هنالك في آخر المباراة وأنت تواجه الكلير؟ وهنالك الحرب الصعب ولكن الإصابات على بروفاي تمت. سيدو الإصابة سجلت لكن دومين آخر المتبقين وشاري من بعيد يؤمن، لكن سيدو في مواجهة دومين من أجل أفراحي أقولها بك يا دومين، لكن الأفراح لم تتم لم تكتب. وشاري طار وعل بالأصفاد. غير الأماكن وغير الأمور ويريد كذلك أن يغير الأفراح من جديد. كلير فيجن فرأى حتى الغدر والفرصة فرصتك لكي تعود يا كلير. الصدارة تقترب. ملايت لديكم ضيف ثقيل والكام استغل الفرصة تقدم. وشاري كالعادة يعود بالرفاق ويعود بالزملاء مرة أخرى. والعودة جميلة. أمرت هل سنقول أفرح جماهيرك أخيرا يا بنت، غني لجماهيرك أخيرا يا بنت. جون يبدأ الحفلة ويبدأ الصراع وهنالك ليو. هل سيغير المكان؟ لكن صعب أن تغير. جون يلاحقك وجون يأتي بأخبارك. فالريت يحتاج لكل نقطة في هذه المباراة. 15 إليميناسيون يا مودي. وهل بدأ ريت ليعزف المعزوم فترة في المباراة الأخيرة؟ نعم في اللحظات مع الجمهور كمان يأتي الذكريات الأسبوع الأول كان الختام بصراحة كان مسكت. الختام كان عالي. نعم مشاهدينا الكرام عن فريق RET سبورت كان بطل اللحظات الأخيرة وصاحب البويا. وفي هذه اللحظات يتوغل لوكو يتوغل بثلاثة كيل بسوبر كيل على حساب كلير. يمسك المكان من جميع الاتجاهات. المنطقة مفتوحة مكانه أفضل يستقبل القادم من منطقة الخطر. مشاهدينا الكرام تكون لديهم الأفضلية. الضرب موجود. RET مشاهدينا الكرام يتوغل في هذه اللحظات من أجل الإقناع وإثبات الحضور مجددا. ليكون ختام زي ختام الأسبوع السابق مشاهدينا الكرام في اليوم الأخير في اليوم الثالث. هنا 17 كيل. هنا آخر 4 فرق مشاهدينا الكرام 17 كيل. يلا يا لوكو يعود مجددا الأسطورة وما أدراك من الأسطورة. 49 كيل في مرحلة مشاهدينا الكرام. ولكن يتم إبصار مجددا. جون الأمل الوحيد يحتاج دعم مشاهدينا الكرام ولكن الوضع صعبة. مع وضع جوكو جوكو زافيشاز. هنا فريق تونسي ضد 2 مغاربة يا سادة. أسد أطلس يوسف رات نصر. هنا ديربي كذا. هنا ديربي الدار البيضاء. هنا أيضا الحضور. الصورة القرطاجية بآخر العناصر. نعم باي يغلق الواقع صراحة. خلاص آخر 2 ضد الدار البيضاء. نعم مشاهدينا الكرام هنا كلير. هنا عفوا مشاهدينا الكرام زافيشاز. وهنا جوكو والسيطرة والصراع مستمر عند فريق زافيشاز. هنا مشاهدينا الكرام جوكو الذهب عمره ما يصدي. الذهب عمره ما يصدي يا ولد. داغوزي زوكس يتحول بالكنابل لها دور مهم. مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات بص على السيطرة من بعيد بيحاول يحصل على كلاب. داغوزي خلاص الحكاية يسهل على فريق
وعلى لاعبين الجوكو مشاهدينا الكرام أصحابه مسكوك الكرة مشاهدينا الكرام هنا الجوكو هنا الصدرات هنا الجوكو فورس. وفي هذه اللحظات الجول بعد المستوى اللي احنا شفناه بصراحة من فريق الجوكو بويا مستحقة لصالح الجوكو فورس. وختامها والله ختام من فضة، الختام لقب فريق الجوكو فورس. برافو على الأداء، برافو على القرار الصحيح اللي اتخذه فريق الجوكو فورس، عدم الاستسلام. تيجي ترفع على القبعة على الأداء، أنك تختم اليوم بهو يعطيك دافع كبير للمباراة.